عم حراس المرمى في العالم كلها. ما حدش بقى يقول لي يا عم انت بتفخم والهري ده، لا، ياسين بونو يستحق التفخيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد فريسكا يحييكم من نص الملعب. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الامن بيوافق على حضور 50,000 متفرج، وطبعا ده مش هيبقى العدد النهائي للمدرجات. انا واثق مليون المية ان المدرجات هيبقى فيها 70,000، لان النادي الاهلي يستحق. طاجن النادي الاهلي في النهائي اعجاز يا جدعان، اقسم بالله الاهلي فخر الامه العربيه كلها. النادي الاهلي بعظمته مع احترامي الكامل للوداد، ولكن الاهلي بيواجه صعوبات كبيره جدا. تلاحم الماتشات من كاس عالم لدوري ابطال افريقيا للدوري المصري لكاس مصر. فالنادي الاهلي يا جماعه فريق كبير ويستحق المكانه اللي هو فيها، وده ما جاش من فراغ، ده جه من اداره محترمه، تنظيم، فكر، كل واحد عارف شغله ايه، كل واحد عارف هو وراه ايه بيعمله جوه النادي الاهلي. مفيش هري كتير، مفيش كلام. النادي الاهلي تعظيم سلام. عندنا ماتش قوي يوم الاحد مع الوداد المغربي. الوداد المغربي من الفرق القويه جدا واللي بتتميز بالعرضيات. من الاخر كده اي عرضيه هيعملها الوداد المغربي هتشكل خطوره على النادي الاهلي. ارجع تاني الماتش سان داونز والوداد، هتلاقي الوداد الجونين اللي جابهم من عرضيات، فهم عندهم الحته دي يا جماعه ايه، بيعملوها كده زي السلام عليكم. عندهم بقى ونجم ده يا جماعه كده بيفكرنا، عارفين انتوا جمال حمزه؟ جمال حمزه ده كان صايع جدا، كان يقعد طول الماتش يلعب كوره وهوب يعمل ضربه جزاء، خد ضربه جزاء من ما فيش. ونجم كده صايع عيل حريف كوره، يقعد طول الماتش ما يظهرش، وتلاقيه طلع بكوره كده من الجناح، رمى نفسه جوه ال 18، خد ضربه جزاء. فعلي معلول طبعا قادر يوقفه بفضل الله، ولكن نخلي بالنا من الحتت دي كويس جدا. حته المدافعين يا جماعه عند الوداد، المدافعين حريفه قوي في تسجيل الاهداف. يعني لو رجعنا تاني لكل الاهداف اللي جت او معظم الاهداف اللي الوداد بيجيبها، ما بيجيبهاش عن طريق رؤوس الحربه، بيجيبها عن طريق المدافعين. فالمدافعين عند الوداد المغربي اقوياء جدا، فلازم احنا نستغل الحته دي، والتسديد بقى من بره ال 18 والشغل بتاع كولر العالي ده. ان شاء الله باذن الله نعدي الماتش ده. عايزين يا جماعه نحقق نتيجه كويسه تقدر تريحنا في ماتش العوده. سيبك بقى من الكره الافريقيه وروح عند عم الكوره ياسين بونو، عم حراس المرمى في العالم كلها. ما حدش بقى يقول لي يا عم انت بتفخم والهري ده، لا، ياسين بونو يستحق التفخيم. يشاء القدر يا اخي ان ياسين بونو ده اللي نايم اسبانيا بتعيط في دور الثمانيه في كاس العالم، هو امبارح اللي يسعد اسبانيا كلها. ياسين بونو خد عم مورينيو كده وقال له مش كل نهائي يا عمنا تقعد انت، ما هو ما فيش الا انت ولا ايه؟ طبعا ياسين بونو بيضيع على مورينيو اول نهائي في تاريخه. وطبعا مش عايزين ننسى يوسف النصيري. يوسف النصيري عمل ماتش محترم جدا جدا جدا، وقلناها وهنفضل نقولها. الحل ان انت تطلع لعيبه بره، طلع لعيبه في اوروبا، ودي الناس تشتغل. مش هنفضل قاعدين بنتفرج على قناه الاهلي وقناه الزمالك وقاعدين نجري في المحاكم ورا محمود الخطيب ومرتضى منصور. كلمه لوجه الله، لعيبه مصر لعيبه محترمه، عندنا لعيبه كبيره جدا جدا يا جدعان، ولازم نشتغل عليها. اقسم بالله لازم الكره المصريه تتقدم كده. الوضع بقى مأساوي، بنتفرج على الدوريات الاوروبيه، بنتفرج لكل دول العالم عندهم محترفين، ومحترفين بجد، محترفين بجد، مش بيطلع واحد اسبوع ويرجع تاني. عايزين 100,000 زي محمد صلاح يا جدعان. بس كده يا عمنا، سلام عليكم.